شاهدوا معنا اليوم غادي نتكلموا على واحد المنتوج محلي واللي راه مشهور في المغرب والعالم كامل، هو موسم الزيتون. تبارك الله علينا وربي يحظينا ونتمنى الله يجازينا. اليوم الخير والخمير، والله يزيدنا ويزيدكم، الله يبارك فينا ويبارك فيكم، والله يحفظنا ويحفظكم، والله يعطينا ويعطيكم، والله يجيب لينا ويجيب ليكم. اخوان تبارك الله علينا وعليكم. اليوم كنتكلموا على واحد منتوج غني ومعروف عالميا ودوليا وقاريا. هاد المادة حيوية ومذكورة في القرآن والناس قاع كيستعملوها، هي زيت الزيتون والزيتون. وكو عارفين بأن الموسم ديال الزيتون وزيت الزيتون كيبدي من أكتوبر حتى ليناير. اسبانيا، في الطاليان، في فرنسا، في المغرب، كاع في الجزائر، في الدول العربية كاملة. هذه الفترة ديال الزيتون كتكون من شهر 10 حتى شهر 1. واسبانيا كتبدي من شهر 12 حتى لشهر 3. ومعرفة اسبانيا في الخاين وقرطبة غرناطة ولاو كلشي المدن ديال اسبانيا كاع ولاو يديروا الزيتون. وكذلك المغرب دوكا حتى المغرب ولا كلشي كيغرس الزيتون، كاع المناطق والاقاليم كلشي كيغرسوا الزيتون، لان الزيتون ولا عنده واحد الجوده، ولا يعطي الثمار ديالو، ولا كيتباع وما فيش المخسور بزاف. ديروا غير الكوطيرو وتغرسوا وتديروا اطيله اسمده والماء. الا كان الشتاء وهادي وكان عنده الحاسي كيعطي المفعول ديالو. الا كان ما عندوش الحاسي كيستنى الامطار الخيط تساقط وصافي، كيطلب الله باش ربي. وتقريبا المزارعين والفلاحين هذاك هو القوت ديالهم باش كيعيشوا الوليدات وهادي. اما كاين السمساره اللي عنده الفلوس وكيبيع كيشري عليه الزيتون بثمن رخيص وكيبيعوها غالي. السمسار هما اللي ضاربين يديهم في هاد قضيه الزيتون. السمسار كيدي تقريبا واحد النسبه كتير على الفلاح كيعرق عليه ويضرب تماره وكيبيعو بواحد الثمن. اما السمسار كيشري يديه وكيبيعو بواحد الثمن غالي وكيجيب منه فلوس. بلا ما نطول عليكم، كنتمنى والاخوان يشاركوا في هذه القناه مهاجر باسبانيا، وكنتمنى كاع الناس اللي كيعرفونا وكيسمعوا بينا. القناه ديال مهاجر باسبانيا باغي توصل لواحد القدر 4000 ساعه اللي كتنتظر مده طويله هي باش كتخدم عليها ومازال ما طلعتش ومازال ما جابش الله. كنتمنى من الخوت هذا ماشي امر، هذا غير فضل من عندكم. وهاد القناه راه قناه ديالكم ماشي قناه ديالي انا. انتم الا طلعتوها غادي تطلع، الا هبطتوها غادي تهبط. ايوا كنتمنى من الاخوان يبارطاجيو ويشجعونا ويديروا لنا كومونتيرات والله يجزاهم الله بخير. بلا ما نطول عليكم ندخلوا في صميم الموضوع. اليوم نتكلموا على الزيتون وزيت الزيتون والمراحل ديالو والثمن ديالو والمناطق ديالو والنوع ديال الزيتون اللي كاين. انا ما كنعرفش بزاف الزيتون، ولكن غادي نعطيكم غير واحد المعلومات اضافيه. يعيش المغرب هاد الايام موسم جني الزيتون لواحد من اهم المواسم، بان المواسم ديال الخضره وديال البطاطا ولا عندك اهم المواسم هو زيت الزيتون والزيتون. الفلاحين في البلاد بنظر لدور كبير ديالو
عنده واحد الدور كبير ديالو هاد في الاقتصاد والدواور والمداخيل نتاع الألف ديال الفلاحين والمزارعين، بأن ماشي غير فلاح واحد، 1000 فلاحين اللي كينتظروا هاد الموسم الزيتون يكون عنده إنتاج كثير باش يجيب المحصول ديالو. وهاد المواسم نتاع الزيتون كيعرف إنتاج كبير في المناطق بحال مكناس معروفة بالزيتون وزيت الزيتون، فاس، تاونات، الحوز، وزان، وبني ملال، والعطاوية، وقرسيف، شيشاوة، كاع هادو. وكاين مدن اخرى. والاختلاف اللي كاين فقط في الجودة، كل مدينة عندها الجودة ديالها وعندها الانتاج ديالها، وحسب النوع ديال الزيتون كاين الجودة والنوع ديال الزيتون والطريقة ديال الزراعة والتربة ديالها. كان اللي عندها تربة حمراء، كان اللي عندها صفراء، كان اللي عندها بيضاء، كل واحد التربة ديالها. وحسب المعطيات الرسمية الإنتاج الوطني ديال الزيتون كيتجاوز 1.300 طن سنويا. وهاد السنة تاع 2025 كيقدر المحصول ب2 مليون طن، المقارنة ديال العام اللي فات. والعام اللي فات كانت غير 950 طن، بأن ما كانش تساقط المطرية، وما كانش المحصول بزاف، وكان الانتاج بزاف، وكان الزيتون قليل. اما هاد العام كاين 2 ملايين طن مقارنة بالعام اللي فات اللي كان تقريبا 950 طن في المغرب. والمغرب بلد اقتصادي كيطمح باش يكون الانتاج من القدام واحد القدر، واحد الاطنان نتاع الزيتون باش الفلاحين يغرسوا الشجر. وهذه في 2030 كيقدروا باش تكون 3 ملايين فاصلة 500 طن سنويا. وهذا الزيتون في الأصناف وفي أنواع. وكاين الزيتون اللي معروف، والزيت ديال أريكوينا المردودية فيها وطالعة وجودة محدودة. هاد أوريكوينا بأن عندها المردودية طالعة وعندها جودة عالية وقليلة، ما كتيرش بزاف. وهاد أوريكوينا ولاو في الولايات المنتشرة بحال مكناس، فاس، كاع ولاو كيغرسوها في المغرب. هاد زيت الزيتون ديال وهي هي هاد النوع ديال اسبانيا هي اللي غرسه أوريكوينا. ولاو في المغرب حتى هما كيغرسوها باش تعطي الانتاج ديالها وتعطي المحصول ديالها مزيان. والشكل ديالها كي داير نوصفو لكم الشكل ديالها. الحبه ديالو صغيره والشكل ديالو مدور والقشور ديالو رطب. ومرة كيكون خضر وكيولي كحل، كيلمع وكيطيب. هاد النوع كيعطي مردودية كبيرة، وكتقدر كل شجرة تقدر 30 لتر في الشجرة، توصل حتى 30 لتر في الشجرة هاد النوع هذا. وهاد الشيء خلى بزاف مستثمرين يدخلوا في المشاريع، خصوصا في منطقة الغرب، لوكوس وسوس
داعين مزيان مدفوع خفيف بزاف مقارنة مع زيت الزيتون المغربية البلدية اللي كيعرفوها المغاربة. البيشويلين البيشويلين البيشولين 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 ما عرفتش النوع ديالها، واش البيشولين هي اللي فيها الخضر والاحمر والقرن، هذيك هي البيشولين المراكشية. وهاد الضعف كيدفع بعض التجار يخلطوه مع زيت شجرة البلدية. هاد البيشولين كيخلطوه مع شجرة البلدية باش يعطي زيت الزيتون ويعطي ثمن مرتفع ويكون غالي ويتباع بثمن غالي. والمغرب معروف بأصنافه المحلية اللي كينتج. وأجود زيوت زيت الزيتون في العالم هو على رأسها البيشولين المراكشية اللي كيشكل تقريبا 70% في المساحة المزروعة، وكيعطي الزيت ذهبي بالمذاق مجاهد بين فيه المرورة وفيه الحموضة. هذا الزيتون ديال المراكشيين. والحوزية والمنارة زيتون مليحة في الجودة وفيها نسبة عالية في المركبات، فيها مركبات مخلطة، فيها واحد المادة زوينة الفينول اللي كتحمي الزيت من الأكسدة وتخليه. هاد الزيت اللي ديال الحوز والمنارة عندها واحد المادة وكتحمي الزيت من الأكسدة وتخليه صالح التخزين. تقدر تخزنها واحد المدة طويلة، خصك تدسها واحد المدة طويلة. أما الزيتون المائدة كيعطي متوسط الحجم وسهل التخليل ويستعمل بزاف في المعامل وتحويل في منطقة فاس وصفر وتاونس. الزيت ديال المائدة معروفة بأنها كتكون في المعامل. نهضروا على الثمن. حسب المعطيات المهنية توصلت بها وزارة الفلاحة وداروا الثمن نتاع الزيتون، لأن الزيتون اللي كان العام اللي فات كان غالي وكان قليل وكانت الجودة قليلة وكان الإنتاج قليل. هاد العام كان الجودة كثيرة وكان الزيتون كثير وكان الحب كثير وحتى زيت الزيتون إن شاء الله يكون كثير. فكروا باش ينخفضوا في الثمن ينقصوا في الثمن نتاع زيت الزيتون. المرة العام اللي فات كان يدير 100 درهم في الليترو ووصلت حتى ل 15 فرنك لليوترو. وهذا العام فكروا بأن السمسارة وهذه نقصوا في الثمن ديال الزيتون والزيتون العام اللي فات الحب كان يدير 15 درهم، هي 300 ريال. والليترو كان يدير 100 درهم 200 120 درهم حتى ل 15 درهم 15 30 الف فرنك. هاد العام غادي نشوفو الثمن ديالو شحال كيدير. الثمن اليوم الحب ديالو الا كانت فيه الجودة زين تقدر دير 10 دراهم 1000 فرنك. الناس اللي عندها بزاف يقدر يبيعو الكيلو 60 درهم 6000 فرنك. عذرا غير ب 60 درهم ماشي 60 فرنك، 60 درهم ماشي غير زيت الزيتون، هذا غير زيت غير الحب. كاين الخضر كاين الكحل. بحال تبغي تشري الخضر ودير المعصرة تدي غير ب 60 درهم 70 درهم وتمشي تعصر راسك. والزيتون زيت الزيتون الناس كيقولك احسن حاجة هو الخضر ولا توفينا اللي فيها
صفراء وخضراء وحمراء، حتى هذيك ماركه زوينه وكتعطي زيت الزيتون. والاسعار اللي كتراوح في هاد الساعه اللي راه هاد الناس كيهضروا عليها والناس كيقول لك الثمن ديالها 6 دراهم، 6 دراهم 500، 7 دراهم، الماكسيموم 8 دراهم. الا كانت الجوده والزيتون المخير تديه ب 8 دراهم ما تفوتهاش الكيلو بالنسبه للزيتون. اما العسل حسب الجوده والنسبه النضج. اما زيت الزيتون كتباع من بين 60 درهم حتى ل 70 درهم حتى ل 75 درهم. باع لنا 60 درهم، شوف انت حال طاحت، كانت من 100 درهم ولا 66 درهم. وإلا كانت شويه تديها ب 70 درهم او 75 درهم. وإلا كاع ما غلات تديها ب 80 درهم، الماكسيموم ديال 80 درهم. تدي زيت واعره وماكله مخيره. الليتر واحد ماشي 5 لتر. في المعاصر والمعارض والتعاونيات، وكتوصل بعض المرات حتى ل 80 درهم. المنطقه الجبليه المعروفه بالجوده بالنسبه لزيت الزيتون الاخضر المشقوق، الثمن ديالو كيدور من بين 9 دراهم حتى 12 درهم، والكحل من بين 16 حتى 18 درهم. وكيعرف الطلب كبيرا في هذه الفتره قبل ما كيترقد، وحسب مهنيين هذا الثمن كيطلع وما كيزيدش على الطلب. اخوان، عطيناكم المعلومات وعطيناكم الفكره. كنتمناو منكم ما تبخلوش علينا باللايكات وبالجيمات والبارطاج وبالكومنتيرات. وكنشكر كاع الناس اللي كيدخل قناه مهاجر باسبانيا وكيشارك فيها، والناس اللي جداد مرحبا بهم في القناه. وان شاء الله